بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الحلوين طلبة جريد فور، أهلا بيكم في درس جديد مع مادتنا الجميلة ال ICT. درسنا النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهتخلينا أقوياء جدا في استخدامنا للكمبيوتر بتاعنا في البيت أو في المدرسة. هيخلينا نتعرف على المشكلات اللي هتقابلنا في الكمبيوتر وإزاي هنقدر نحلها. ليه؟ لأن الدرس بتاعنا بيتكلم على Common ICT Problems and Solution. بيتكلم على المشكلات الشائعة والمنتشرة في التولز أو الأدوات بتاعة الاي سي تي، زي الكمبيوتر، زي التابلت، زي الفونز، زي الكلام ده كله. تمام. Common Problems والسوليوشن بتاعها، الحلول بتاعتها. تمام. هنتعرف في الدرس ده على 3 حاجات أو 3 مشاكل أساسية أو 3 مشاكل شائعة بتقابل كل الناس، وهنعرف ازاي هنحلها. تمام. يلا بينا نبدأ الدرس بتاعنا. يلا بينا نبدأ الدرس. Sometimes your computer has a temporary breakdown ماشي that prevent you from turning it on or using it. يعني الكلام ده يعني أحيانا بيقول لي إن في مشاكل temporary بريك داون، يعني مشاكل مؤقتة زي عطل مؤقت، يعني بيمنع ماشي ان انت تستخدم الكمبيوتر بتاعك او ان انت تشغله، تستخدم الكمبيوتر او تشغله. turning on يعني تشغل الكمبيوتر، using it يعني تستخدمه. تمام. ففي بعض الاحيان في temporary break down، عطل مؤقت كده بيحصل للجهاز بيخليك مش تقدر تشغله. طب المشاكل دي او التمبرال بريك داون ده هنتعرف عليهم دلوقتي. اول حاجة قبل ما نبدأ في المشاكل بتاعتنا لازم نقسم المشاكل بتاعتنا الى انواع. في مشاكل خاصة بالهاردوير، مش الهاردوير اللي هو الجهاز نفسه كجهاز. تمام. وفي مشاكل خاصة السوفت وير ابلكيشنز زي اللي احنا شفناها، الوورد والاكسل والكلام ده كله، دي بنسميها ابلكيشنز. تمام. ففي مشاكل خاصة بالهاردوير هنخليها على جنب عشان نعرفها وتلاقي الحلول بتاعتها متقاربة من بعضها، ومشاكل خاصة بالسوفت وير او الابلكيشنز وديت الحلول بتاعتها هتكون برضو متقاربة من بعضها. اول حاجة هنشوف المشاكل الخاصة بالهاردوير والحلول بتاعتها. اول مشكله معانا ممكن تحصل في الكمبيوتر بتاعنا اللي هي يور سكرين فريز. يعني ايه يور سكرين فريز؟ يعني الشاشه بتاعتك تقف، يعني انت بيبقى الشاشه فيها حاجات بتتحرك كده زي الماوس بتاعك كده بيتحرك، تلاقي فجاه الجهاز واقف خالص وما بيتحركش ولا في حاجه بتتحرك. طب في الحاله دي نعمل السوليوشن بقى، الحل بتاعنا اول حاجه ان احنا نعمل بريس الت كنترول ديليت. الت كنترول ديليت ديت. تمام. ديت ازرار ماشي او بوتونز موجوده في الكيبورد بتاعك. تمام. الت هتلاقي فيه زرار اسمه الت، في زرار كنترول ده اختصار كلمه كنترول، وديليت اللي هي دي ال. تمام. يبقى بريس الت كنترول ديليت توجذر، نضغط على الثلاثه بوتونز دول من الكيبورد مع بعض. تمام. في وقت واحد. ده هيساعدنا في هيساعدنا ان هو يحاول يفك الفريز التوقف بتاع السكرين بتاعنا. دي اول حل. طب انا ما عرفتش بقى، او الحل ده ما اشتغلش معاه على الجهاز ولسه الجهاز فيه مشكلة، هنعمل قال لك تعمل رقم 2 ريستارت يور كمبيوتر. تمام. خلاص المشكلة اتحلت في ستارت يور كمبيوتر والجهاز اشتغل خلاص. تمام. طب الجهاز لما عملت ريستارت برضو ما اشتغلش، في الحالة دي نعمل قال لي بقى ask your teacher or family for help. هنشوف حد يساعدنا من التيتشرز بتوعنا او الفاميلي، بابا او ماما او اخويا الكبير او اختي الكبيرة. تمام. هي اللي تساعدنا في حل المشكلة دي. تمام. يبقى لما يكون عندي يور او ماي سكرين فريز يعني وقفت خالص مش بتتحرك، يبقى اول حل هنلجأ له ان احنا ندوس الت كنترول ديليت توجذر. هندوس الثلاث 3 بوتونز دول مع بعض من الكيبورد.
ونشوف هل هتشتغل ولا مش هتشتغل. ما اشتغلتش نعمل ايه؟ هنعمل ريستارت ماي كمبيوتر، هنعمل ريستارت للكمبيوتر بتاعي. تمام. ما اشتغلتش نعمل ايه؟ نسأل بقى حد ask my teacher or family for help. نسأل بقى ايه التيتشر بتاعنا او الفاميلي او حد من الفاميلي عشان يساعدنا. تمام. يبقى دي ادي المشكلة، ماشي، وادي الحلول بتاعتها. تمام. طيب ايه المشكلة التانية بقى الخاصة بالهاردوير؟ برضو قال لي the mouse cursor isn't working. يعني ايه الماوس كيرسر؟ اللي هو شايفين الزرار الاحمر اللي انا بحركه ده وقف مرة واحدة. تمام. ما عادش بيتحرك الحركة بتاعته دي. تمام. نعمل ايه؟ قال لي make sure that you connected the mouse cable to the right place in the motherboard then restart your computer. يعني الكلام ده بيقول لي تأكد make sure تأكد that you connected ان انت وصلت the mouse cable الكابل بتاعك، كابل الماوس بتاعك. تمام. in the right place في المكان المخصص له، يعني في المكان الصحيح in the motherboard. تمام. في المذر بورد او في الجهاز بتاعك يعني، او البي سي يعني بمعنى اصح. وبعد كده لما تكون انت عامل الخطوات دي ان انت موصل الماوس بتاعك في الرايت بليس، نعمل ريستارت ماي كمبيوتر. تمام. يبقى دي كلها كده خطوة على بعضها. يبقى اول حاجة ان احنا نتأكد ان احنا موصلين الماوس بتاعنا في المكان الصحيح. تمام. بعد كده نعمل ريستارت للكمبيوتر. طيب ما اتحلتش بالخطوة الأولانية دي، نعمل الخطوة التانية. الخطوة التانية بقى replace the mouse with a new one. في الحالة دي إن الماوس فيه مشكلة أغير الماوس بواحد جديد. تمام. طيب ما اتحلتش بقى في الحالة دي، نعمل الحل المعتاد في أي مشكلة. تمام. نقع فيها سواء في تبع الاي سي تي أو بره الاي سي تي. ask my teacher or family to help. نشوف التيتشر بتاعنا او حد من الفاميلي، بابا او ماما، عشان يساعدنا. تمام. يبقى دول الثلاث الحلول المتاحة عشان لو الماوس كيرسر isn't work. لو الماوس ماشي، مؤشر الماوس ماشي isn't work لا يعمل. تمام. يبقى دول دي المشكلة رقم 2. المشكلة رقم 3 بقى الخاصة برضو بالهاردوير. the keyboard isn't typing. الكيبورد ما بتكتبش. ودي هنلاقيها مشابهة جدا بالمشكلة بتاعة الماوس. زي الماوس مش عاوز يتحرك يبقى الكيبورد مش عاوزة تكتب. برضو نفس الحلول. الحل هنعمل make sure that you connected the keyboard cable to the right place. تأكد ان الكيبورد كابل واصل تمام في المكان المخصص ليه in the motherboard then restart your computer. نتأكد ان الكيبورد كابل متوصل تمام في المكان بتاعه مظبوط في المذر بورد. تمام. المذر بورد دي تعتبر الجهاز يعني. تمام. بس بنسميها مذر بورد. then restart my computer. اعمل ريستارت للكمبيوتر بتاعي، اعمل اعادة تشغيل لي تاني. تمام. طيب ما اشتغلش اعمل تمام مظبوط، هعمل ريبليس برضو للكيبورد وزن a new one. اغير الكيبورد بتاعتي كيبورد جديد. تمام. طب ما اشتغلش نعمل الحل المعتاد. هنعمل ask your teacher or family to help. نشوف التيتشر بتاعنا او بابا او ماما عشان يساعدونا في حل المشكلة دي. تمام. يبقى دول الثلاث مشاكل الشائعة. تمام. في الهاردوير. your screen freeze ان الشاشة تقف، و the mouse cursor isn't work ان الماوس كيرسر ما بيشتغلش. تمام. او مش بتحرك. والكيبورد isn't typing والكيبورد ما بتكتبش. ماشي. وادي الحلول بتاعتها نبص عليها كويس ونذاكرها. تمام. طيب بقى المشاكل الخاصة بالسوفت وير؟ المشاكل الخاصة بالسوفت وير معناها مشاكل خاصة بالابليكيشنز. الابليكيشنز زي زي الوورد والاكسل الباوربوينت اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم قبل كده. تمام. فاول مشكلة هتقابلنا قال لي an application won't open.
ما بيشتغلش اصلا، الابلكيشن مش شغال. تمام. قال لي اول سوليوشن هتعمله ايه؟ ريستارت يور كمبيوتر. هنعمل ريستارت للكمبيوتر بتاعنا، يعني نعمل اعادة تشغيل ريستارت للايه؟ للكمبيوتر. طيب ما اشتغلش بعد الريستارت ده برضو البرنامج بتاعنا، يبقى كده ممكن البرنامج يكون ايه؟ برنامج قديم مش عاوز يشتغل على الجهاز بتاعنا. فهنعمل ايه؟ تشيك سوفت وير اب تو ديت. اب تو ديت يعني ايه؟ يعني محدث على اخر تعديل، على اخر تاريخ. يعني هو واخد تحديث بتاعه على اخر ايه؟ على اخر تاريخ. تمام. اب تو ديت معناها ان هو ايه؟ محدث ايه؟ على اخر تاريخ. تمام. طيب اتشكينا السوفت وير ان هو ايه؟ اخر تحديث واخده وتمام وزي الفل. طيب ايه المشكله؟ ايه الحل التاني؟ uninstall. تمام. and reinstall the application. يبقى نعمل uninstall يعني ايه؟ نحذف البرنامج خالص، الابليكيشن ده من على الكمبيوتر بتاعنا. بعد كده اعمل حاجه اسمها reinstall، ابدا ايه؟ اعمله تنصيب تاني على الايه؟ على الجهاز بتاعنا، او ايه؟ ابدا احطه مره تانية على الايه؟ الجهاز بتاعي. تمام. يبقى ايه؟ uninstall يعني ايه؟ بحذفه من الجهاز، وري انستول ببدا اعمله تنصيب او تسطيب مره تانية على الجهاز بتاعي. تمام. طيب برضو ما اشتغلش في الحاله دي، برضو هنعمل ايه؟ ask your teacher or family to help. تمام. يبقى اول حاجه هنعمل ريستارت الجهاز. رقم 2 لو ما اشتغلش هنعمل تشيك، هنشوف السوفت وير بتاعنا او الابلكيشن بتاعنا اب تو ديت، ان هو محدث. تمام. طيب ما اشتغلش برضو هنعمل انستول ليه خالص، هنشيله او هنشيل النسخة القديمة منه. تمام. وهنعمل ايه؟ ري انستول، نعمل اعادة تسطيب ليه على الايه؟ جهاز. تسطيب يعني نبدأ نحطه مرة تانية على الايه؟ الجهاز بتاعنا. تمام. بعد كده ما اشتغلش خالص نعمل ايه؟ ask your teacher or family to help. تمام. طيب ايه المشكلة التانية اللي ممكن تواجهنا في السوفت وير؟ ان انا ممكن ملاقيش فايل انا ايه؟ سايبه على الايه؟ على الجهاز بتاعي. يعني انا كنت بكتب مثلا وورد، ملف وورد ولا حاجة. تمام. ونسيت مكانه او مش لاقيه. تمام. هبدأ اعمل ايه؟ اول حاجة قال لي تشيك يور داونلود فولدر. هنلاقي في الجهاز بتاعي فولدر اسمه داونلود، هنبدأ نبص عليه نشوف الفايل بتاعنا موجود فيه ولا لا. تمام. طيب رقم 2 قال لي تشيك يور دوكيمنت فولدر فور ايه؟ فور وورد فايلز. دوكيمنتس ده خاص بالايه؟ بالملفات اللي هي المستندات، زي مثلا ملفات الوورد او الاكسل او الايه؟ الباوربوينت. هنلاقيها كلها متجمعه فين؟ في فولدر اسمه ايه؟ دوكيومنتس. هنبدا ندور فيه. لو انا كنت ايه؟ الملف بتاعي اللي انا بدور عليه ملف خاص بوورد او اكسل او ايه؟ او باوربوينت او ايه؟ او اي حاجه تانية خاصه بالمستندات. تمام. فدور عليها فين؟ في الدوكيومنتس فولدر. ماشي. طيب رقم 3 لو هو بقى بيكتشر او مثلا ايمج او فوتو او حاجات صور يعني. تمام. ابدا ابحث في بيكتشرز فولدر، في الفولدر اللي هو خاص، الفولدر اللي هو مجلد يعني الخاص بالايه؟ بالصور. ماشي. يبقى عندنا 3 فولدر هندور فيهم، 3 فولدر 3 مجلدات هندور فيهم. اول واحد اللي هو الداونلودز، وده بيبقى خاص بالحاجات اللي انا ايه؟ بعمل لها تحميل من على الانترنت. تمام. او دوكيومنتس لو انا بدور على ايه؟ حاجه خاصه بالمستندات زي الوورد او الاكسل او الباوربوينت. او البيكتشرز فولدر لو انا بدور على ايه؟ فوتوز او الايمج او الايه؟ او بيكتشر. تمام. طب انا ما لقيتهمش في اي فولدر من الثلاثه دول، هبدا اعمل ايه؟ هبدا سيرش يوزنج ذا سيرش بار ان ايه؟ ستارت منيو. عندي في الستارت منيو في عندي ايه؟ حاجه اسمها سيرش بار. ماشي. ابدا استخدمها واكتب فيها مثلا اسم الفايل او ايه؟ اي حاجه متذكره من الاسم في السيرش بار، وابدا ابحث فيها او ابحث ايه؟ من خلالها. تمام. طيب انا ما وصلتش للفايل بتاعي هنا في اي خطوه من الخطوات دي، ابدا اعمل ايه؟ ask your teacher or family to help.
تمام كده يا حبايبي. كده احنا ايه تعرفنا على الكومون اي سي تي بروبلمز، وشفنا الايه الحلول بتاعتها، شفنا الايه المشاكل الشائعة الخاصة بالاي سي تي تولز، اللي هو الكمبيوتر مثلا او البي سي بتاعنا، البي سي اللي هو البيرسونال كمبيوتر الموجود في البيت، او التابلت، او الايه او الفون. دي المشاكل الشائعة الموجودة في ايه في الاي سي تي. تمام. اتمنى يكون الايه المعلومات ما تكونش فيها اي مشكلة، وان شاء الله انتظروني ان شاء الله في فيديو هنتكلم فيه عن اسئلة بقى، هنبدأ نحل الاسئلة اللي خاصة بالدرس بتاعنا. تمام. واتمنى لكم طبعا يوم سعيد، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد باذن الله تعالى قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.